انس الضو كيتقدم تصويبه فوق المرمى بسنتيمترات قليله. يمكن نقولوا هذه ابرز محاوله تهديف في الشوط الاول بعد مضي تقريبا 37 دقيقه. انس الضو كيتقدم للامام، كيسدد الكره ديالو ببراعه مشات للزاويه 90. تألق ديال الحارس. لاحظوا هنا اللقطه اللي غادي يشوفها الحكم في غرفه الفار. مباراة محلولة. نعم الانتقال وبعد ذلك كتجي الطريقة بطاقة صفراء يتم إلغائها وبطاقة حمراء مباشرة تأتي في هذا الوقت بالذات في حق مشى فريق النهضة البركانية. دخول داخل ممتاز، فرصة ديال الهدف والحارس يبعد الخطر. عبد الرحمن الحواصلي يستسد، يتعامل مع هذه الكرة، يتعامل ببراعة مع هذه الكرة. كانت محاولة للقيام بتقنية رفع الكرة عن الحارس، لكن عبد الرحمن الحواصلي في مناسبتين اثنتين يبعد الخطر بهذه الكيفية. انطلاقة ممتازة، دخول داخل منطقة الجزاء وإبعاد الكرة في هذه الصورة. هذه كرة خروج خطأ للحارس، فرصة الهدف تضيع، فرصة الهدف وتضيع الكرة. كان بالإمكان الاستفادة منها لعبت بشكل ممتاز. نشوفوا الإعادة، هنا المحاولة، هنا الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء، خروج الحارس منير محمدي. بعد ذلك جاءت الفرصة اللي كان بالإمكان الاستفادة منها، كرة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. شبليل حاول يقوم بالضغط، ضيع المحاولة ديال تصويب مستوي، كينطلق بالكرة ديالو الجهة اليسرى. المحاولة كتجي هذه المرة عن طريق رياحي، عماد ما يفعل كيمرر خواران، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية. الحارس كيصد الكرة مازال ما خرجتش لزازودي في محاولة ديال التعامل مع ديال. لاحظوا الكيفية اللي جات من خلال العملية ديال بناء الكرة، دخول داخل منطقة الجزاء للاعب. لاحظوا هنا الطريقة اللي قام من خلالها الحارس عبد الرحمن الحواصلي بالتصدي. مكلف سيفقد لقاط فريق على حساب اخر. شوفوا هنا طريقة ممتازة، عملية ديال عماد رياحي اللي يفعل، اللي يحاول يراوغ يرجع الكرة ديالو للخلف، الاصرار ديال التعامل مع الخطر الهجومي الرأسية. الحارس عبد الرحمن الحواصلي بكل هدوء. لاحظوا هنا رفع الكرة بهذه الكيفية رأسية ومباشرة صوب الحارس. هذا هو الحال بالنسبة للكرات اللي كتجي. محاولة جيدة، فرصة تصويبة، جول ممتاز. يفعل البركانيون، يسجلون، يضعون الكرة في الشباك في الأنفاس الأخيرة. قلت أن الخطأ سيكون مكلف، وذاك ما حدث. يأتي الهدف، يسجل الهدف في الأنفاس الأخيرة من المباراة. كيف أتى الهدف؟ نتابعون الإعادة، كرة لعبت بالمقاس في الخط الأمامي، تغطية دفاعية، يظهر على أنها ما كانش بشكل جيد. غنشوف الإعادة من زاوية أخرى، تصويبة بهذه الكيفية مباشرة صوب الشباك. الهدف الأول ما كملتش العملية الهجومية. يظهر على أنه فريق الاتحاد الرياضي التركي أكثر خطورة في الوقت اللي كينطلق هنا فريق النهضة الرياضي البركانية. عملية هجومية، فرصة ديال الاستلام الجهة اليمنى، خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة، ولكن الحارس عبد الرحمن الحواصلي كيتمكن من إنقاذ الموقف، كيخرج الكرة مباشرة للركنية بعد الصعود ديال اللاعب يوسف الزغودي اللي حاول أنه يسدد الكرة ديالو بقوة صوب المرمى، ولكن التموضع ديال الحارس كان في المكان المناسب. لاحظوا الرياضي التركي كانت غتكون مقابله مغايره، لكن هكذا نتابع اداء اللقاء. تمريره عرضيه، فرصه تصويب خارج القدم، ما قدمش
الشد المطلوب. كتصبح هجمه مرتده منذ الان، انطلاقه من جانب فريق الاتحاد الرياضي التونسي، تغيير كلي الجهه اليسرى، المحاوله ديال اللاعب معاذ ضحاك كيمرر كره ما خرجتش، تمريره عرضيه ولكن بعيده الكره، محاوله التعامل مع هذه الكره ولكن في اخر المطاف كيعلن الحكم على نهايه ديال اللقاء. لاحظوا هنا الكيفيه اللي جات من خلال هذه الكره، الصعود في خطا الامامي والتصويبه ديال الياس الريمي، لكن ما قدماتش المطلوب منها. اذا مشاهدينا الكرام، يعلن في هذه اللحظات عن انتهاء هذه المقابله بين فريق اتحاد رياضي تونسي وفريق النهضه البركانيه. النهضه البركانيه يواصل تقدمه واذا صدارته في الدوري الاحترافي إلوي، ويرفع رصيده الى 23 نقطه، ليجعل المسافه بينه وبين اقرب المطاردين تتسع اكثر فاكثر. منير محمدي في الصوره وباقي اللاعبين في الوقت اللي كنتظر فقط الاحصائيات